السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ جيت لكم النهاردة في فيديو جديد سهل جدا وبسيط، يعني هتجربيه، جميل جدا، هيعجبك وهتلاقيه احسن من بتشتريه من المحلات كمان. طبعا هو واضح جدا. هعمل النهاردة معاكم رز بلبن بس هحطه في الفرن. هنا أنا معايا دي نُص كوباية رز، بس طبعًا أنا غاسلاها ونقعاها وسِبتها شوية عشان كده هي زايدة، وده هنا عندي نشا على كريم شانتيه، وده كيلو لبن. في الأول طبعًا أنا جِبت حلة فيها شوية مَيّة، حطيت فيها بقى الرز بتاعي. طبعًا يُفضّل علشان لو أنتِ عايزة الرز بلبن يكون مستوي أوي معاكِ ويكون الرز مستوي ويدّيكِ كده كريمي، يعني طعم كريمي، انقعيه في الأول. فأنا هنا طبعًا زي ما قُلت لكم دي كانت نُص كوباية رز، ما كتّرتش يعني عشان ما كنتش حابة أعمل كمية كبيرة. غسلتها ونقعتها وسِبتها شوية، وبعد كده بقى حطيتها بقى على النار. طبعًا ما تكتّريش المَيّة بحيث إن إحنا عايزينها تشرب المَيّة اللي موجودة فيها، أو على الأقل تتخن وتاخد قوام كريمي كده شوية قبل ما نحط اللبن. هنا بقى طبعًا أنا كنت مهدية النار خالص، يعني ولا عالية أوي ولا واطية أوي، وسِبت بقى طبعًا الرز لمّا يستوي. بس أهم حاجة أديكِ تبقي فيه، وكل شوية طبعًا تدخلي إن أنتِ تقلّبي الرز شوية. طبعًا هو هنا معايا الرز كان اتشرّب من شوية، كان نشف خالص، وكان لسه ما كانش استوى أوي، فأنا كنت حاطة له نُص كوباية مَيّة وسِبته يكمّل سواه. طبعًا لمّا بتسيبيه يتهري أوي بتلاقي المَيّة كده نزّل كل النشا اللي فيه، وبتلاقي المَيّة بتاعته ابيضِّت كده. هنا بقى تعرفي إن هو كده خلاص دخل في السِوَى، تبدئي بقى إن أنتِ تنزلي بيه باللبن اللي معاكِ. طبعًا أنا برضه ده كان كيلو لبن، بس أنا ما نزلتش بالكمية كلّها، يعني سِبت يعني نزلت حوالي يعني بحوالي كيلو إلا ربع لبن يعني كده، وسِبت مقدار كوباية كنت محتاجاها. هنا بقى بدأت طبعًا نزلت باللبن بعد الرز ما استوى خالص. هابدأ بقى أنزل بالسكر. طبعًا السكر بيتحط على حسب احتياجِك، دي حاجة ترجع لِك أنتِ، حاباه مسكّر، حاباه دلع، ده براحتك. أنا هنا حطيت حبة رز ف سوري، حبة سكر في الأول، وبعد كده دُقت الرز يعني وكده، ولمّا لقيته إن هو محتاج تاني حطيت له حبة سكر كمان. زي ما قُلت لكم قبل كده أنا ما ليش مقدار معيّن في السكر، أو حتى لمّا باكون باعمل برضه مخلّلات في الملح، أنا باعمل كل حاجة وبادوقها على طرف لساني، وباحط على حسب الكمية المناسبة اللي أنا محتاجاها. هنا بقى كنت دُقته لقيته دلع شوية، فحطيت له حبة سكر كمان، وهابدأ بقى هنا إن أنا أقلّبه كده لحد ما السكر اللي فيه يدوب. طبعًا بعد الرز ما بيستوي وبتحطي اللبن لازم إيديكِ تفضل في الرز بلبن على طول، ما ينفعش إن أنتِ بقى تسيبيه على النار لإنه ممكن يفور معاكِ. فأنا بقى كنت كل شوية باقلّبه وهو بيغلي كده، ونزلت هنا بقى بكيس فانيليا. طبعًا لو أنتِ ما عندكيش فانيليا ممكن تحطي مَيّة ورد عادي جدًا، أو عايزة تكتّري فانيليا وتحطي كيسين برضه براحتك. هنا بقى أنا كان عندي معلقتين كريم شانتيه، دول كانوا عندي في التلاجة باقيين يعني من حاجة كنت باعملها قبل كده، وحطيت معاهم 3 معالق نشا، وهابدأ بقى إن أنا أحط شوية مَيّة وأقلّبهم. طبعًا لو أنتِ مش حابة تحطي مَيّة وحابة تحطي مثلًا لبن برضه ما فيش أي مشكلة، دي حاجة ترجع لِك. ولو عندِك بقى لبن بودرة ممكن تحطي كمان عليهم معلقة لبن بودرة، هتدّيكِ taste حلو أوي، بس أنا بصراحة ما كانش عندي، فحطيت كريم الشانتيه على النشا وقلّبتهم بحبة مَيّة. طبعًا أنا ما كتّرتش كمية كتيرة، أنا حطيت 3 معالق بس مع معلقتين الكريم شانتيه وهاقلّبهم، ولو حسيت إن الرز هيعوز من النشا تاني هازوّد. كل حاجة أنا باحاول أعملها معاكم، يعني باعملها بمقدار، على اعتبار إن أنا يعني ما باحبش أحط الحاجة كلّها مرّة واحدة تطلع مثلًا مسكّرة أوي أو تطلع تقيلة أوي، لأ باحب أحط كده على مراحل لحد ما أوصل للقوام اللي أنا محتاجاه أو الطعم اللي أنا عايزاه. هنا بقى كنت حسيت إن هو كان خفيف شوية، حطيت كمان معلقة ونُص نشا، بالضبط يعني، وبرضه دوّبتهم في شوية مَيّة كده ونزلت برضه بيهم على الرز بلبن.
تبدأي طبعًا بقى تقلّبي بقى بالراحة كده بالمضرب، وتهدّي بقى البوتاجاز لحد بقى ما تلاقيه تماسك كده معاكِ، ويبدأ بقى إن هو يغلي كده بقى خلاص. تبدئي بقى إن أنتِ تسيبيه يبرد وتطفي عنه البوتاجاز. أهم حاجة إن أنتِ لازم تلاقيه بيعمل كده زي بقليل كده اللي هو بداية الغليان. تعرفي كده إن هو كده خلاص، ما تطفيش البوتاجاز إلا لمّا تحسي إن هو بدأ يغلي يعني. هنا بقى ده كان القوام اللي أنا كنت محتاجاه بالضبط. هنا بقى خلاص سِبته بقى طبعًا لمّا حسيت إن هو خلاص بقى كده هيبدأ يغلي، وطفيت بقى عنه البوتاجاز. طبعًا أنا بما إني هاعمل رز بلبن فرن، فأنا جِبت الطواجن دي أنتِ بتشتريها من أي محل بتاع أكياس بلاستيك أو اللي هي العلب الفوم أو كده. فدول أنا كنت جايباهم ب10 جنيه، كانوا 15 علبة. طبعًا بتجيبي الحجم اللي أنتِ محتاجاه، بس أنا كنت حابة الحجم ده لإني كنت عايزة أعمله زي المحلات يعني، فما كنتش حابة إن أنا أجيب حجم أكبر من ده. إنما أنتِ طبعًا هناك بتلاقي أحجام مختلفة في المحل، بتنقي الحجم اللي أنتِ محتاجاه. ولو مش حابة تستخدمي الأطباق دي، ممكن تستخدمي لو عندِك طواجن فخار برضه هتبقى جميلة جدًا. يعني فبراحتك زي ما تحبي. بس طبعًا أنا المرة دي حبيت إن أنا أعمل رز بلبن زي المحلات بالضبط، قُلت يعني كنوع من أنواع التغيير وكده. وبصراحة طعمه كان تحفة بجد والله. يعني أنا عملته بحاجات بسيطة. أحيانًا كنت باحط فيه زبدة أو أحط فيه لبن بودرة تاني مع اللبن ده. لأ، أنا المرة دي ما حطيتش أكتر من المكونات اللي أنتم شفتوها، وبصراحة طعمه كان جميل جدًا يعني. هنا بقى طبعًا هاحط في مقدار طبعًا مناسب في الأطباق. برضه دي حاجة ترجع لِك. أنا هنا خَد مني حوالي كبشتين وحاجات بسيطة كده في كل طاجن يعني. وطبعًا أنا ما استخدمتهمش كلّهم. أنا زي ما قُلت لكم هُم كانوا حوالي 15 طبق، أنا استخدمت منهم 9. طبعًا أنا باعمل كلّه سُخن، ما سِبتش الرز لمّا يبرد، لإني كده أصلًا هادخّله الفرن تاني في الشواية كده عشان ياخد لون، فأنا كنت حاباه يبقى سُخن. هنا بقى طبعًا كنت يعني مليت 6 أطباق وكمّلت أنا بقى بعد كده 3 كمان. دي كانت كل الكمية اللي أنا عملتها. وللأمانة كان في طبق بقى صغير بقى يعني اتبقى فيه حبّة حطيتهم بس ما كفّوش يعني إن أنا أحطّهم في قالب من القوالب دي، فحطيتهم في طبق عادي يعني. طبعًا بقى علشان تخلّي وشه أحمر، يا إمّا مثلًا بتسيّحي قطعة زبدة وتحطّيها عليه، يا إمّا بتحطّي عسل أبيض. فأنا هنا فضّلت إن أنا أحط عسل أبيض عليه. طبعًا العسل كان تقيل أوي، فكنت باحاول بقى إيه، أمشي كده بقى تاتا تاتا بقى كده على الأطباق بحيث إن هو يعني يتوزّع. بس طبعًا هو لمّا دخل الفرن العسل ساح والطاجن وإدّى يعني طاجن في اللون كلّه يعني sorry إدّى لون في الطاجن كلّه. هاوريه لكم إن شاء الله لمّا يطلع من الفرن. طبعًا مش حابة العسل وحابة تحطّي زبدة ما فيش مشكلة، بس هي الأفضل يا عسل يا زبدة، ده أفضل حاجة تحطّيها على الوش للرز بلبن يعني علشان يدّيكِ الشكل. وطبعًا ده بقى شكله لمّا خرج بصراحة كان جميل جدًا. هو قعد في الشواية حوالي ربع ساعة على ما ادّاني اللون ده، حطيته في الشواية بس مش في الفرن. وأتمنى بقى لو الفيديو عجبكم، أتمنى إن أنتم تدعموني وتشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك حلو كده، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.